الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن خاصية جديدة من خصائص الاكسل، وهو سر اخفاء الارقام والنصوص في شيت الاكسل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي شيت زي ده كده، تمام، الشيت ده قدامي كده ظاهر ان هو فاضي، لكن انا لو جيت هنا وقفت كده على العمود ده، هلاقي مكتوب هنا مسلسل ميم، يعني الاسم، المبيعات. لو جيت هنا هلاقي مسلسل رقم 2، اسم ايمن جمعة، مبلغ 200,000 جنيه. ازاي الكلام ده بيتم؟ لو انا جيت هنا مثلا وقلت ان هو الكلام دوت مثلا، او الحروف مكتوبة بالابيض بحيث ان هي مش ظاهرة، فالمفروض ان العمود ده ملون باللون الازرق فالابيض هيبان. لكن الموضوع ان هو خافي الارقام والنصوص عني. ازاي احل المشكلة دي؟ لو حد اتعرض للمشكلة دي ازاي يقدر يحلها؟ تعالوا مع بعض نشوف هنحل الموضوع ازاي. هنيجي على الشيت ده كده، الشيت ده فيه البيانات بتاعتي كلها زي ما هو ظاهر قدامكم. هاجي هنا على اعلم الشيت كله، وهعمل كليكة يمين واختار فورمات سيل، وهاجي على كاستم من اللي هي القائمة بتاعت نمبر، وهاجي على كاستم، وهاجي اشيل جنرال دي خالص، وهعمل احول الكمبيوتر لانجليزي، انجليش يعني، وهعمل هدوس حرف الكاف 3 مرات اللي هي علامة الفاصلة المنقوطة، 1 2 3، وهقول له اوكي. كده اخفى كل الداتا اللي عندي بالشكل ده. لو جيت دوست هنا هلاقي مكتوب الاسم، جيت دوست هنا هلاقي مكتوب اسم، هنا مثلا اسم المبيعات. طيب الموضوع ده بيستخدم في ايه؟ لو انت مثلا عايز في شغل عندك ومش عايز حد يبص عليه، يفتح الشيت هيلاقيه فاضي، يعني مش عايز فيه معلومات او حاجة، مش عايز حد يبص عليها، فانت ممكن تعمل الموضوع ده. طب ازاي بقى اظهر الكلام ده تاني؟ هاجي اعلم على الشيت اللي انا فيه، واعلم عليه كله، واعمل فورمات سيلز، وادخل على قائمة كاستم، وهشيل دي خالص، وهقول له اوكي. ظهر لي الاسم تاني. ده سر من اسرار الاكسل، ازاي ان انت تقدر تخفي الارقام والنصوص في حالة ان انت مش عايز حد يبص على الداتا اللي عندك في الشيت. ولو تعرضت للشيت جالك فيه ارقام مخفية بالشكل دوت، تعرف تظهرها ازاي وتكمل شغلك عليه. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وفضلا وليس امرا، ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.